يلا هاتي بنطلونك الجينز القديم اللي مركون في الدولاب وتعالي نعمل منه فكرة في منتهى الجمال. كل اللي احتاجته من البنطلون الجزء الصغير بتاع رجل البنطلون ده، يعني نص الرجل بالظبط كده. فتحتهم من الجنبين وكويتهم علشان القياسات تطلع مظبوطة معايا، وسويت الاحرف كلها. وبعد كده اخدت دوران باي بقى طبق مدور عندك كده من الجنبين، دول اللي انا بقص فيهم دول هنقص بقى الدوران اللي احنا اخدناه. وبعد كده هنجيب شريط عريض شوية حوالي 10 سنتي، وهنخيطه كده حوالين الجزء الاول من البنطلون اللي انا فردته، يعني دي كده رجل واحدة. هناخد قطعة القماش حوالين داير، القماشة كانت على القلبة والبنطلون على القلبة برضو، وركبت الوش التاني فيها بالشكل ده، وهنبتدي نفردها. وهعدي عليها كده خط خياطة من فوق بالمكنة علشان اثبت الشكل، وهيدي فينش حلو قوي معايا وهيزيدها متانة كمان. هنا كنت بعمل البطانة، هتبقى ازيد من الشنطة بحوالي سنتي واحد من كل جنب كده. وبعد كده هنقفلها وندخلها في الشنطة، وبدأت اعدلها بالشكل ده. وهدخل البطانة من جوه الجزء المفتوح اللي انا كنت سايباه علشان اعدل منه، كده كده هيتقفل معايا على الحرف اللي داير من فوق ده. هاجي بقى من فوق كده وهقفل الجزء اللي انا كنت سايباه الاول ده، وهعدي على الحرف كله بالخياطة. ده برضو هيديني تقفيل حلو قوي ليها، الجزء ده اللي انا قفلته. بعد كده حوالين داير كله، بعد ما هخلصها هبتدي اعمل لها اليدين بتوعها. كده انا خلصت الدوران كله، وهاجي من ناحية الجنب ده والجنب ده هعمل كسرة كده بحيث ان انا اقلل الوسع اللي في الشنطة من فوق شوية، وهيديها شكل حلو كمان. عديت عليه من بره بالشكل ده، وده الشكل اللي انا عايزاه. هنبتدي بقى نعمل اليدين. جبت حزام جلد قديم كان عندي بتاع بلوزة قديمة، لو مش موجود عندك الحزام ده ممكن تستخدمي خيط المكرمية، وهندخله جوه الحزام بالشكل ده علشان يزيدوا متانة ويديله شكل قوي شوية. هنا كنت ركبت اليدين، ودي جيوب من بناطيل قديمه كانت عندي اخدتها وزينتها بالشكل ده من بره، ادت شكل تحفه قوي وهتخليها عمليه اكتر. وعملت لها قفل بلزق السكوتش. وده الشكل النهائي معايا، شكلها تحفه قوي. تعالوا بقى نشوفها وهي ملبوسه، بجد شكلها تحفه جدا وكاجوال قوي. ممكن تتلبس للجامعه، لاي خروجات كده بتاعه الصيف، ممكن تحطي فيها حاجات المصيف وانتي رايحه على البلاج. حلوه قوي، جربوها.